السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسعادة. نبدأ بالصلاة على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أكثروا من الصلاة على رسول الله. طول ما انتوا واقفين في المطبخ على طول يبقى لسانك على طول يعني شغال كده في ذكر الله. ما تنسوش تدعوا لزوجي بالرحمة والمغفرة، وكمان تدعوا لحبايبكم كده بالهداية، وتفضلوا على طول ما انتوا واقفين في المطبخ ما تنسوش تدعوا لأحبابكم كده، لأن طبعا أبواب السماء مفتوحة، وبإذن الله كده ربنا يرزقكم كده بساعة استجابة لدعائكم إن شاء الله بإذن الله في الأيام المفترجة اللي احنا فيها دي، ويعود عليكم الأيام بالخير يا رب كده إن شاء الله. ما تنسونيش وتدعوا لي دعوة حلوة، ده أهم حاجة عندي. وربنا كده يا رب يكتر من أفراحكم يا رب، اللهم آمين. ويخلي طبعا أحبابكم ليكم وما يحرمكم أبدا منهم يا رب، اللهم آمين. تعالوا كده نقضي مع بعض يوم من أيام رمضان. الشهر ده اللي بيعدي بسرعة جدا جدا، فمش عايزاكم تأخروا وتفضلوا تقعدوا وقت طويل في المطبخ. لا، حاولوا على قد ما تقدروا. حتى لو اضطريتي انك تقفي تعملي مثلا حاجة، تغسلي مواعين، تنظفي، تعملي تروقي المطبخ، طول ما انت واقفة ما تنسيش تذكري ربنا على طول. تشغلي قرآن، ترددي وراه كده بالظبط كأنك عملتي حاجتين، انك عملتي الحاجة اللي انت محتاجاها في المطبخ وقضيتي مصالحك، ونفس الوقت لسانك على طول بيذكر ربنا، وما تضيعيش وقت على الفاضي. تعالوا كده نعمل مع بعض. كل واحد من اولادي ربنا يهديهم يا رب كده ويخليهم ويبارك لي فيهم يا رب، إن انا واولادكم جميعا يا رب. كان طالب مني اكله، فحبيت ان انا ما اكسرش بخاطرهم وارضيهم، واعمل لكل واحد الحاجه اللي نفسه فيها. طبعا بيبقوا صايمين كده، وربنا يهديهم يا رب كده جميعا. بيبقوا صايمين وتعبانين وكده، فببقى يعني عايزة اخليهم ياكلوا. فبخليهم يعمل يعني يطلبوا الاكل اللي هم عاوزينه، وفي نفس الوقت بحاول كل واحد يطلب حاجة بعملها له على قد ما بقدر. وربنا يقدرنا كده يا رب كده، ويدينا الصحة، ونقدر نعمل لأولادنا كل اللي هم حابينه. النهاردة طبعا أنا كنت عندي شوية لحمة متعصجين، بس حبيت ان انا ازود عليهم. دخلت قبل المغرب تقريبا بساعة، بس الحمد لله رب العالمين ربنا قواني، وقدرت ان انا اخلص بسرعة في وقت قياسي. فالحمد لله ربنا وفقني يعني ان انا البي طلباتهم. عندي لحمة مفرومة تقريبا كان كيلو كده لحمة مفرومة. انا بوريكم دلوقتي ازاي بضاعف كمية اللحمة المفرومة على قد ما اقدر. طبعا احنا عارفين ان الاسعار غالية جدا، فبنحاول على قد ما نقدر يعني اول حاجة بنضيف قيمة غذائية زيادة للحمة، وفي نفس الوقت نضاعفها على قد ما نقدر عشان تديني كمية كبيرة اقدر اعمل بيها كذا اكلة. حطيت طبعا بعد ما حطيت اللحمه المفرومه على طول، ان اللحمه هنا ما كانش فيها نسبه دهن، فعشان كده دهون يعني، فحطيت فيها معلقه من السمنه البلدي، بس بعد ما اديتها صدمه كده على النار وايدك فيها على طول. وبعد كده فضلت تديها تقليبه سريعه كده. وبعد كده بعد ما اديتها تقليبه كويسه كده على النار واديتها صدمه، نزلت بمعلقه كبيره من السمنه البلدي واديتها تقليبه برضو تشويحه سريعه. وبعد كده فرمت لها شويه بصل محترمين قد تقريبا كيلو كده من البصل على كيلو من اللحمه المفرومه. وبعد كده حطيت بعد البصل ما دبل كده، حطيت في الكبه، بشرت فيها جزر وبشر يعني قد 5 حبات كده من الجزر، وكمان 5 من الفلفل الرومي. لو عندك فلفل شطة او فلفل احمر ممكن تحطي برضو 1 كده من الفلفل الشطة، يديله طعم حلو. بعد كده بقى نزلت بالتوابل. عندك بقى ملح، توابل بتاعة اللحمة، وشوية كده من توابل الفراخ، طعمها بيبقى جميل جدا مع اللحمة. ازاي؟ معرفش يعني، انا بحطها حاجة بسيطة كده مع توابل اللحمة، بتدي طعم حلو قوي للحمة المفرومة طبعا. وفرمت في الاخر كده طماطم وحطيتهم على اللحمة بعد ما بدأت تستوي معايا، عشان خاطر تبقى جوسي كده وحلوة، ويكون فيها سوائل حلوة كده تتشربها المكرونة البشاميل، او اي حاجة انت تعمليها باللحمة المتعصجة بيبقى طعمها حلو قوي. نزلت عليها بالطماطم، وبعد كده رحت عطيتها بقى شوية توابل حلوين، الملح والفلفل الاسود، وكمان شطة حمراء، وشوية من ممكن شوية سنة بسيطة كده من القرفة، وشوية كمان من توابل اللحمة وتوابل الفراخ زي ما قلت لكم، بتدي طعم حلو قوي. وممكن كمان نحط فلفل اسمه ايه ده، كمون، وكمان شوية من الكزبرة الناشفة.
طبعا انا هنا عصقت اللحمه خلاص واستوت معايا، رحت ركناها على جنب وابتديت اشتغل في البشاميل. البشاميل لو تاخدوا بالكم انا مش بحط له مش بحمر له الدقيق والكلام ده، لا انا بعمله عشان يبقى خفيف، احنا صايمين طول النهار فبنبقى محتاجين حاجه خفيفه مش دسمه، ويكون خفيفه كده على المعده ودمها خفيف يعني. احنا هنضيف لها معلقه سمنه بلدي بس بعد شويه كده. بس طبعا مش بحمر الدقيق لانه لو هتحمري الدقيق بياخد كميه سمنه كتير. انا حطيت زي ما انت شفت كده، انا حطيت تقريبا كيلو من اللبن، وحطيت عليه 4 معالق كبار من الدقيق، وبعد كده حطيت شوية من التوابل بتاعة الفراخ برضو زي ما بقول لكم، او مكعب مرق الدجاج لو عندكم. وبعد كده بحط معلقة من السكر الشوربة او الملح الصيني اللي قلت لكم عليه، بيدي طعم حلو قوي لأي اكل بتعمليه. وحطيت عليهم برضو معلقة من الفلفل الاسود ومعلقة من توابل اللحمة، وشوية طبعا من الملح، ظبطت الملح بتاعه. وبعد كده فضلت اقلب طبعا في الدقيق مع اللبن، كل ده طبعا اللبن هنا بارد، خلوا بالكم عشان ما يكلكعش منكم ويعمل تكتلات، لازم تبقى ايدنا فيه على طول، وعلى نار هادية كده بنفضل نقلب فيه. حطيت طبعا المكرونة في الحلة عشان تستوي، المية غلت، رحت منزلة فيها المكرونة وشوية ملح وشوية زيت، وبعد كده نزلت كيسين من المكرونة عشان نعمل مع بعض مكرونة بالبشاميل. زي ما انتوا شايفين كده بحط طبعا البشاميل على النار. زي ما قلت لكم بنحط له شوية فلفل اسود، شوية بهارات، شوية من الجبنة الرومي، حطيت له شوية جبنة رومي وبيضة كده. على طبعا قبل ما اللبن يسخن كنت نزلت بالبيضة وحطيت عليها سنة ملح وسنة فلفل اسود عشان الزفارة، ومعلقة من السمنة البلدي زي ما انتوا شايفين. وبتفضلي تقلبي تقلبي لحد ما يعني تحصلي على القوام اللي انت عاوزاه، عشان خاطر ما تضطريش بعد كده انك تضربي اللي هو البشاميل عشان ينعم معاكي كده. طول ما ايدك فيه على طول وعلى نار هادية هتضمني ان هو ما يتلسعش منك، وفي نفس الوقت ما يعملش تكتلات. اللهم صل على سيدنا محمد. بعد طبعا ما بنسوي البشاميل زي ما انتوا شايفين عفوا. بعد ما بنسوي البشاميل كده وبنحس ان هو خلاص خد القوام اللي احنا عاوزينه، بنحط طبعا المكرونة، بنحط عليها شوية من البشاميل ونقلب، وعلى المكرونة وشوية من اللحمة المفرومة عشان خاطر كمان تبقى داخلة مع المكرونة كده، يعني اللي ياكل حتة كده يلاقي جوه المكرونة في لحمة مفرومة، مش في النص بس، بيبقى طعمها حلو طبعا. زي ما انتوا شايفين ما شاء الله اللحمة كم يعني عملت معايا تقريبا بتاع 2 كيلو ونص. ونسيت اقول لكم على حاجه، ان انا وانا بعصجها برضو حطيت جزر وفلفل اخضر، وحطيت كمان معاه بطاطسايه كبيره كده برضو فرمتها معاه، من الحاجات اللي ما بتبانش اصلا بس بتضاعف لي الكميه. وكلها حاجات مغذيه. لو عندك كوسه برضو ممكن تحطي حبه كوسه كده او اتنين، برضو بيدوا طعم حلو قوي وقيمه غذائيه عاليه للحمه المفرومه. طبعا زي ما انتوا شايفين كده انا خلاص خلصت المكرونة وحطيت طبقة، وبعد كده نزلت بشوية من المكرونة، وبعد كده حطيت شوية بشاميل، وبعد كده حطيت اللحمة المفرومة في النص، وشوية بقى من الجبنة الرومي كده في الاخر، عشان خاطر انا ما يعني جبنة موتزاريلا او جبنة رومي جبنة شيدر، اي نوع من انواع الجبن هيبقى جميل جدا مع المكرونة. طبعا حطيتها خلاص، كنت مسخنة الفرن من قبل كده، حطيتها بقى في الفرن وقلت اجهز الجلاش عقبال ما يعمل دي الاكله التانية طبعا اللي طلبوها. فحبيت برضو ما زعلهمش واعملها لهم برضو بالمره، انا كده كده معصجه اللحمه شايفين ما شاء الله. هوريكم في اخر الفيديو ان في كميه حلوه قوي فاضت معايا من اللحمه المفرومه. بعد ما عملت الصنفين دول، وفي صنف تالت هعمله دلوقتي برضو باللحمه المفرومه وهوريه لكم، بس هيفيض معايا كمية حلوة قوي يعني جميلة، يعني هتعجبكم قوي الوصفة، وهيعجبكم طعم اللحمة المفرومة بالمنظر ده. زي ما انتوا شايفين انا بفرد 2 من ورق الجلاش، 2 بس كده، وبدهنهم بالسمنة، وبعد كده بحط الحشوة في الطرف وبلفها رول كده عشان خاطر كل واحد ياخد قطعة، بدل ما تقعدي تقطعيها ويبقى اللحمة بتقع من الجلاش، لا احنا كده بنعمله صوابع بيبقى طعمه جميل جدا. وكمان ممكن ترشي شوية
جبن مع اللحمه المفرومه المتعصجه دي، بيبقى طعمها حلو قوي. طبعا هنا جبت كوبايه كبيره من اللبن، وحطيت عليها شويه من الملح وشويه من الفلفل الاسود وشويه وبيضه، حبه بيض واحده بس كده، وضربتهم كويس. وبعد كده طبعا نزلت بيهم على الجلاش زي ما انتم شايفين. طبعا في الاخر انا عملت شويه من السمبوسك كان عندي كده في الفريزر، فكتهم وبعد كده حشيت كام واحده كده باللحمه المفرومه. زي ما انتم شايفين الجلاش طلع طري وجميل جدا. المكرونه بشاميل طعمها وشكلها حاجه كده جميله. زي ما انتوا شايفين كده المكرونه بشاميل طلعت خلاص، وكمان الجلاش، وعملنا شويه بس شويه من السمبوسك وشويه مخلل، وخلاص على كده. طبعا الشكل بيتكلم عن نفسه. ما شاء الله يعني خلصت وانجزت في وقت قياسي جدا جدا. ما تزعلوش ولادكم، حاولوا تطيبوا بخاطرهم، وحاولوا تلموا ولادكم حواليكم وتعملوا لهم كل اللي يحبوه، ويعود عليكم الايام بالخير واليمن والبركات، احنا وانتوا يا رب كده ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسفة على إطالة الفيديو، بس أنا بحب كده دايما إن أنا أفيدكم بأي معلومة وحتى لو صغير.